السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا الكيك اللي كيجي عائلي وكيجي يعني زوين بزاف. بالنسبه للمكونات عندي هنايا 3 ديال البيضات متوسطين ديال الحجم، كنضيفوا له كاس ديال سنيده، كاس ديال العنبه، واحد تقطيره ديال الخل على حسب السفوريه ديال البيض، فاني. كنخلطوا كلشي في الخلاط الكهربائي حتى يبيض لينا البيض مع السكر كيف كتشوفوا في الصوره. ممكن انكم تستعملوا الخلاط الكهربائي، عفوا الطراب الكهربائي ولا الطراب اليدوي. من بعد ضفت كاس قل اصبع ديال زيت المائده، كاس ديال اللبن. نعاودوا هادشي نخلطوه مزيان، غير هو من بالغوش في الخلط، غير نسجموا لينا هذوك العناصر. غادي نضيف 2 كيسان ديال الطحين فورس. بالنسبه للطحين اللي استعملت انا هو الطحين ديال العبار. 2 كيسان يعني هما هذوك عامرين، وجوج خمارات حمر وزن 16 غرام. كنغربلو هادشي مزيان مزيان صافي، ورشيشه ديال الملحه. كنخلطوا هاد المكونات بالفوي. من بعد كنزيد نص كاس ديال الطحين يكون وافي، يعني خدات لي هاد الكيكه 2 كيسان ونصف ديال الطحين فورس. يعني دائما ضيفوا 2 كيسان، والكاس الثالث بقى تضيفوا شويه بشويه. يعني هو ما خصوش يكون ثقيل، ما خصوش يكون خفيف. الا كان خفيف غادي يهبط لكم في الفران، يعني غادي تطلع من بعد ما تخرج غادي تهبط. ولا كانت ثقيل غادي تجي مدقصه من الداخل. صافي غادي نحطها في الفران يكون بارد والعافيه مهيله كيف كتشوفوا في الرف الوسط. صافي انا خدات لي تقريبا 55 دقيقه، كانت صافي واجده. هذا هو الشكل ديالها النهائي، جات رائعه ما شاء الله. صافي غادي نوضعها في طبق ديال التقديم باش تشوفوا الشكل ديالها النهائي. نتمنى انكم تجربوها فعلا، يعني ما كيصدقلوش كاع الكيك هذا، راه 100% كيصدق. نتمنى انكم تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.